الناس كلها كانت بتسال ليه عبد الله السعيد ما لعبش مباراه الزمالك. ايه اللي حصل مع عبد الله السعيد؟ المباراه اللي فاتت لبيراميدز كانت قدام المقاولين. عبد الله السعيد اشتكى من مصطفى فتحي اللي هو بياخد الكره كتير وما بيرضاش يباصي. المهم حصلت مشادات في الملعب ما بين عبد الله السعيد ومصطفى فتحي اللي هو يمرر الكره ويلعب مع زمايله، ما يبقاش لعبه كله فردي. المهم جه ما بين الشوطين عبد الله السعيد في ماتش المقاولين اتكلم مع المدرب وقال له اللي انا مش مركز، وممكن سبب الحوارات اللي بتحصل دي اللي انا ما بقاش في كامل تركيزي، وطلعني. المدرب طلعه ما بين الشوطين. قام جه عبد الله السعيد واخد شنطته واخد حاجته وخد بعضه ومشي. تاني يوم هاني سعيد مدير الكوره بيراميدز بعت رسائل لكل اللعيبه اللي عبد الله السعيد اتخصم منه 500,000 جنيه. طبعا عبد الله السعيد زعل، ازاي انا ككابتن الفريق ما يحصلش اللي انا مثلا يجيبوني ونتكلم ونشوف ايه اللي حصل وايه السبب اللي انا خدت بعضه ومشيت، وحاسس اللي فيها استقلال بالنسبه له او قله قيمه بالنسبه له. طب ايه اللي حصل؟ عبد الله السعيد اتكلم مع اداره بيراميدز اللي هو مش مرتاح واللي هو كده خلاص واللي هو كده قرر الرحيل، في رد مفاجئ من اداره بيراميدز اللي هي وافقت على رحيل عبد الله السعيد وقالت له تجيب عرض كويس وتمشي. عبد الله السعيد كان ناقص له بقيه الموسم ده وموسم كمان في عقده بعد تمديد عقد. يا ترى عبد الله السعيد هيروح فين؟